ازيكم يا برج السرطان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن توقعات الاسبوع الثالث من شهر اغسطس 2025. الفترة دي اللي هتبدأ من يوم 16 لحد يوم 22. خلال الايام دي الشمس موجودة في برج الاسد لحد اخرها لغاية يوم 22، وعطارد متقدم في برج الاسد، والزهرة والمشتري موجودين عندك، والمريخ موجود في برج الميزان. اما بلوتو فمتراجع في برج الدلو، ونبتون وزحل متراجعين في برج الحمل، وأورانوس موجود في برج الجوزاء. الفترة دي فيها أيام محتاجة ناخد بالنا منها، وأيام تانية هتكون حلوة جدا بالنسبة لنا. أول يومين ناخد بالنا فيهم هما يوم 17 و 18. القمر في الوقت ده هيكون في المنزل ال 12 بالنسبة ليك يا برج السرطان، وده معناه إنك محتاج تهدي أعصابك على الآخر، لأن طاقة الغضب هتكون عالية. ممكن يحصل سوء تفاهم أو مشاكل أو حتى عتاب مش في وقته. يعني بلاش في اليومين دول نمضي على عقود أو نفتح ملفات قديمة أو ندخل في عناد أو عصبية. فخليك هادي وعدي اليومين دول على خير. أما الأيام الحلوة فهي 19 و20. القمر هيكون عندك انت، وده وقت رائع لإنجاز أي مشاوير أو تعاملات أو حتى مشاريع مهمة. طاقتك في اليومين دول يا سرطان هتكون عالية، وعندك قدرة إنك تثبت نفسك وتحقق أهدافك، وكمان تصلح علاقاتك. ممكن يكون عندك حضور قوي في اجتماعات أو مناسبات، أو تحقق نجاح في شغلك، فاستغل الطاقة دي صح. بالنسبة للجانب المهني فالفترة دي فيها تركيز عالي على تحقيق المكاسب أو الترقيات. انت بتفكر كتير يا سرطان في انك تثبت نفسك أو توصل لمنصب معين، وده ممكن يتحقق خصوصا في يوم 16 و19 و20. لكن خد بالك من المجازفة أو الدخول في جدال أو عصبية مع زمايلك أو ناس في الوسط المهني، لأن ده ممكن يضر صورتك. أما بالنسبة للأمور القانونية والقضائية فالفترة دي قوية جدا في تطبيق العدالة. لو ليك حق هتحصل عليه، ولو ليك حق ممكن تلاقي الأمور ماشية ضدك. ممكن كمان تكون انت في دور الحكم أو المصلح بين أطراف، وده بيتطلب منك دقة وعدل شديد، لأن أي ظلم هيرجع عليك. أما الجانب المالي بقى فهيكون في احتمال تفتح ملفات قديمة أو تصفية حسابات، خصوصا لو في أمور مالية متأخرة أو صفقات قديمة. ممكن كمان يكون في جدال أو أموال أو تقسيم موارد. بالنسبة للجانب العاطفي هيكون في شخص في حياتك غيران عليك جدا وعايز يقرب منك، أو حتى يرجع تاني بعد انقطاع. ممكن تكون العلاقة دي كانت صداقة وتحولت لمشاعر، أو إنك بقيت عارف مدخل الشريك، أو إنك بقيت عارف إزاي تدخل لشريكك ده وتلعب على النقطة اللي تخليه يتعلق بيك أكتر. ولو في طرف تالت بقى كان مؤثر على علاقتك فانت بتخرج من الدوامة دي وبتستعيد توازنك وهدوءك. ولو انت منفصل على حسب نيتك بقى، لو عايز تنتقم فهتعرف ازاي، ولو عايز ترجع هتعرف ازاي. اما الجانب العائلي والاجتماعي هيكون في تصالحات ولم شمل، وكمان في هدايا ومفاجآت. ممكن تكون انت اللي بتجهز هدية لشخص غالي او بتحاول تراضيه بطريقة خاصة. وفي النهاية الفترة دي يا برج السرطان مليانة فرص، سواء في الشغل أو العلاقات أو حتى في نفسك. فاستغل الأيام الإيجابية وعدي الأيام الصعبة بهدوء. بتمنى لكم كل الخير والسعادة، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. دلوقتي هقولك باي باي يا برج السرطان.